كمان اكرم اللي من ساعة الاصابة وهو ما رجعش، يعني اكرم تحس ان هو اتبدل. يعني هل كلام كولر ان هو لما قال له يا اكرم لازم تلعب بالعقل اكتر من العضلات، كان مميز الراجل بقوته وكان ممكن ان انا مثلا احمل قدراتي الهجوميه كلها ناحيه الشمال واخلي اكرم توفيق يبقى ثابت ورا مع الاتنين المساكين، واصبح ان انا عندي حد تاني يقدر يعمل لي تغطيه، يقدر بقوته البدنيه ده يغطي مساحات كبيره زي ما كان بيعمل ديانج وكان بيعمل اكرم قبل الاصابه. اللعيب عدى من اكرم ولا كأن اكرم موجود، الكره اتشاطت وخبطت في لعيب من النادي الاهلي. الكره هنا تاني في الدقيقه 40 اللعيب عدى من ناحيه الشمال زي الحلاوه من اكرم توفيق، مفيش اي حتى شراسه. هنا الكره بيستلمها اكرم، الكره عدت من فوق رجليه. كره تانية هنا مع الجناح بيجري بالكوره، اكرم ملحقش الكوره، عمل تاكلينج. كرة سهلة جدا، الكرة يعتبر في حوزة اكرم، عمل تاجلينج لما ما وصلش الكرة راح شايل رجل اللعيب، الكرة اتحسبت فاول. دي مش واحدة ولا اتنين، هنا الكرة تاني الكرة دي اتلعبت من ورا اكرم وراحت اتلعبت بالعرض وطلعت ضربة ركنية. كرة زيها تيبيكال جه منها الجون. الكرة هنا بتتلعب من ورا اكرم، اللعيب بيعدي من اكرم وبيلعبها لورا، اكرم تايه، الكرة اتلعبت بالعرض وطلعت. كرة هنا برضو تاني في قصاد قوس ال 18، اللعيب هنا بيرقص وبيلعب الثرو من ورا اكرم، اكرم مش موجود، الكرة دي اتحطت جون، ده الجون التاني للبنك الاهلي. يعني الشراسة اللي كان، القوة الانفجارية اللي كانت عند اكرم مش موجودة، الراجل بيحلق على الكرة ومش عارف، تحسه تايه ولا قادر يأدي في نص الملعب ولا قادر يأدي في الباك اليمين. الكرة هنا بتتلعب، اكرم توفيق كرة طبت قدامه ما قدرش يتحكم فيها، اللعيب البنك الاهلي مع انه ما كانش الكرة في حوزته قدر يسيطر على الكرة، اكرم عمل معاه فاول. في الخلاصة اكرم لازما كولر يتكلم معاه ان هو يرجع لطريقة لعبه اللي احنا كلنا حبيناها عشانها، اللي هو كان بينضم منتخب مصر عشانها. لكن دلوقتي حسام حسن انت ضمه ليه؟ ايه الاستفادة اللي انت عايزها من لاعب فقد ثقته في نفسه، فقد اكتر ميزة كانت موجودة عنده؟ ايه الاستفادة اللي حسام حسن عايزها منه؟ الله اعلم. اتمنى ما يكونش اختيار مجاملة، اتمنى التوفيق لمنتخب مصر، اتمنى اكرم يرجع لمستواه. سلام.